اول حاجه خاصك دير هو انك تشونجي الفلوس من الدرهم المغربي للدولار وما تشونجيهمش بالاورو، لانه الاغلبيه ديال الناس كيتعاملوا بالدولار. الا عندك الفلوس في كارت كيشي ديالك غيكون حسن. من بعد دزنا الحلاق ناكتيفيو الجمال ديالنا، غير كنضحكوا معكم شويه. من بعد هزينا لافاليز ديالنا وشدينا الطريق للمطار محمد الخامس. صراحه واحد الجو كان زويون واخا كاين البرد. من بعد دخلنا للمطار، شفنا الطياره فوقاش غادي تخرج، صراحه لقيناها باقا معطله بثلاثه ديال السوايع، يعني ما لقينا ما نديرو الملال. من بعد ما كدوز من جميع الاجراءات ما كتلقى ما دير، قررنا اننا نمشيو نجلسوا في واحد البلاصه اللي مختصه بالناس اللي كيكميو هكا والناس اللي كيبغيو يرتاحوا واحد شويه، يعني كيجيو لهاد البلاصه هذه لانها كالم وانتر انك تكمي وسط المطار. من بعد دزنا نغسلوا وجهنا، ندخلوا للطواليت، نشوفوا الحاله واش باقا هي مازال تقريبا جوج ديال السوايع باش يلاه دير الطياره ديبار. واحد هو اللي يدير رجل فوق رجل ويتسنى. حاجه في هذا السفر هو انك تبقى جالس وكتسنى ما هي ساعه ما هي ساعتين، واذا ما جيتيش قبل بواحد 3 سوايع ولا 4 سوايع كتلقى الاكتظاظ ديال الناس، يعني اوبليغاتوار من الناس اللي باغيين يسافروا انهم يجوا قبل الطياره ب3 ديال السوايع ولا 4 ديال السوايع قبل، لانكم كدوزوا من واحد الاجراءات اللي هي كبيره بزاف. الا جيتي معطل فما غاديش تقدك وغادي تمشي عليك الطياره. فبقوه الملال ما لقينا ما نديرو، قلنا اجي نمشيو نشربوا قهوه. ولكن صراحه الصدمه كانت قويه وقويه بزاف. خيس معايا الثمن ديال القهوه اللي كاينه هنا، داكشي مضوبل في 10. الله كبر ليها الشان. اغلى قهوه كحله. اغلى قهوه كحله. شكرا. هذه هي اغلى نورمال، اغلى قهوه كحله غتقدر تشربها. خيس معايا الثمن. نورمال جوج نورمال ب 51.84، 4 دولار و80. تخيل معايا انك تشرب قهوه ب 51.84 درهم. الناس اللي عزيز عليهم قهوه كنصحك انك تشربها بالدار. واخيرا جاو الشافر اللي غادي يسوقوا بينا، كنت تلاقيتهم في البلاصه فين كيكميو، كانوا كيقادوا الراس باش ما يقلبوش بينا الطياره هكا ولا هكا. من بعد مشينا ونشدوا الطريق ديالنا للطياره، كلشي كيتسناو الاكتظاظ. نصيحه للناس اللي كتكون الرحله ديالهم طويله، يعني ما بين 3 سوايع 4 سوايع 5 سوايع، كنصحكم انكم تشريو الماكله من خارج المطار، ما تشريهاش وسط المطار لان الاثمنه كيكونوا طالعين. الحاجه الوحيده اللي كتكون رخيصه اللي هي البيره والروج. الله يحفظ، يعني الا خلصتي بالماستر كارد او بالفيزا كارد كيكون ناقص دولار، خلصتي كاش كتكون زايده دولار. هذه ديروها في راسكم، هذه راه كتكون 100%. فوا غتحطك الطياره غتلقاها الطوبيسات كيتسناوك اللي غادي يديوك فابور، لان البلاصه فين كتحطك الطياره بعيده بزاف على الخرجه ديال المطار. بالنسبه للناس اللي كيجيو لتركيا اول مره، بغيتكم تردوا البال من هذه البلاصه بالضبط، يعني وقعت لي فيها واحد ستوريه اللي هي كبيره بزاف. ركزوا معايا مزيان على هذه البلاصه هذه، غادي نبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي ما عمركم ما شفتوها في الفيديو الجاي ان شاء الله.